قوية جدا بيعملها نادي الزمالك النهارده في مباراة نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ومكاسب بالجملة للفارس الأبيض النادي الملكي نادي الزمالك النهارده. تألق عبد الله السعيد، هدف وأسيست، والمعجزة حصلت النهارده يا جماعة طبعا ببركات بقى الأيام المفترجة اللي احنا فيها دي. تقريبا إبراهيم نضاي كان ده دعوتين حلوين ومروع على نفسه كده ومصلي ركعتين لله، وفجأة يحرز هدف. يعني ابراهيم نضاي اللي ملوش فيها جاب جون النهارده فرحه زملكاويه كبيره بسبب ان عبد الله السعيد بيحرز اول اهدافه مع نادي الزمالك، وبيصنع اسيست لابراهيم نضاي اللي بيخرج من العالم الموازي بتاعه اللي هو بيلعب فيه، وبيحرز هدف الفوز لنادي الزمالك، ويحصل نادي الزمالك على 3 نقاط بتحسن ترتيبه في بطوله الدوري العام. الاداء عموما ما كانش حلو، زيزو النهارده ما كانش حلو، ومصطفى شلبي، كل اللعيبه ما كانش الاداء على قد المستوى، والفرص حتى القليله اللي جت ما كانش فيه تركيز في انهاء الفرص، بدليل ان احنا كان عندنا اكتر من كوره جت في العارضه واكتر من كوره ضاعت. لكن النهارده ده ما يضيعش حق عبد الله السعيد يا جماعه، الجندي المجهول، اللعيب اللي عنده 38 سنه وبيكافح وبيلعب احسن من اي لاعب في نادي الزمالك، شاب لسه طالع من ناشئين 20 سنه و21 سنه. عبد الله السعيد ربنا بيكلل مجهوده بالنجاح، وبيحرز هدف وبيصنع اسيست لابراهيم نضاي. طبعا فوز نادي الزمالك طبعا النهارده مهم، وبيدي دعم لمعنويات الفريق، وبيساعد الفريق ان شاء الله ان هو يحسن مركزه في الدوري. ومين عارف الزمالك قبل كده كان بعيد وكسب الدوري، الموضوع مش صعب، والاهلي وبيراميدز احتمال كبير يفقدوا نقاط الفتره الجايه، خصوصا ان الاهلي مضغوط وجدوله مضغوط من المباريات المؤجله كتيره جدا، لان دي نقطه سلبيه برضه ان انت لما يبقى عندك مؤجلات كتير مش مكسب ليك، ده انت كده بتضغط نفسك، هتلعب 10 15 ماتش ورا بعض كل يوم، كل 3 ايام ماتش، كل 3 ايام ماتش، وده هيعرض الاهلي ان هو يخسر نقاط. خلينا في فريقنا نادي الزمالك. عبد الله السعيد اللاعب الكبير الخبره الهداف اللي بيعمل اسيستات النهارده بيكسب ثقه كبيره جدا. بص لعيب الكوره مهما كان الهدف هو اللي بيرفع معنوياته، هو اللي بيديله ثقه ان هو يستمر، وحاجه بقى تفتح نفس عبد الله السعيد اللاعب الكبير ان هو يكمل في نادي الزمالك، وتفتح نفسه قبل ماتش السوبر مع النادي الاهلي اللي بنتمنى ان عبد الله السعيد يهدف فيه. غياب سيف الدين الجزيري طبعا مؤثر في نادي الزمالك، وشفنا ناصر منسي ضيع اكتر من فرصه النهارده. محمد شحاته، زياد كمال، استمرار في الاداء المتميز، ودونجا طبعا، وعمر جابر، وعموما لاعيبه نادي الزمالك النهارده يعني رغم الاداء المتواضع قصاد سيراميكا، يعني احنا السهل ان احنا نكسب سيراميكا 2 و3 ونكسبها بسهوله، ولكن كالعاده لعيبه نادي الزمالك لما بتلاقي الماتش سهل بتصعبه على نفسها، ولكن ربنا بيكرمنا النهارده بمفاجاه. يعني انا نفسي بصراحه فرحان لابراهيم نضاي ان هو جاب جول. هو صحيح ان هو من ضمن الاسماء الراحلين عن نادي الزمالك، ولكن سبحان مغير الاحوال، وممكن يكون هو لعيب كويس واحنا اللي فاهمينه غلط، او يحصل معاه زي ما حصل مع فلان نجم النادي الاهلي لما ما كان بيجيبش جوان وفجاه بقى هداف الفرقه. بشكر كل الناس اللي بتتابعنا على قناتكم يوميات زملكاوي، ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتكم يوميات زملكاوي. الى اللقاء في مزيد من الفيديوهات، ان شاء الله النصر للزمالك.